افتتاح الشان ووجهوا خطابات عنصرية، خطابات تمس سيادة المغرب، خطاب تمس وحدة المغرب، ومن طرفنا من طرف واحد أيضا لا علاقة له بالعروبة ولا علاقة له بالإسلام، من طرف إنسان معتوه فكريا أخلاقيا لا قيمة له ولا وزن له. ثانيا أنا أقول أتأسف كثيرا عزيزي وأنا حينما أسمع من المدرجات بعض الشعارات وبعض المساجات التي تجرد الجمهور المغربي من آدميته. أقول مهما اختلفت معك، مهما حتى ولو وصلت إلى درجة الاقتتال، لا يمكن أن أجردك من آدميتك، لا يمكن أن أجردك من آدميتك، لأن الآدمية هو منحة ربانية. هذه الشعارات، هذه المساجات أنا أقول غير مقبولة نهائيا من أشقائي الجزائريين. أيضا هذا يجب أن تكون فيه العقوبة. حصر السياسة في الرياضة بإقحام أو باستغلال حفل الشان لتمرير خطابات سياسية وعنصرية يجب أن يعاقب عليها أيضا البلد المنظم، كما يجب أيضا على الاتحاد الإفريقي أن يعتذر للمغرب، لأن الاتحاد الإفريقي حينما خرج ببلاغ يقول بأنه سيفتح تحقيق. تفتح تحقيق مع من؟ أنت من تنظم وأنت من تكون مشرفا على التنظيم، والخطأ خطأك. أكيد أنه كانت موجودة تجاوزات عديدة في حفل الافتتاح في حق الأشقاء المغاربة. شفنا الفيديوهات زميلنا محمد. أنا مش أسألك سؤال، لو كانت كأس أفريقيا للأمم، لو فرضنا أن الجزائر ستنظم كأس أفريقيا 2025 والمغرب تشترط رحلة مباشرة بناقلة مغربية من الرباط إلى أحد المدن الجزائرية، تتوقع أن المنتخب المغربي سيتعذر عليه التنقل للجزائر دون الاستجابة لشروطه كما سار في الشأن؟ لو كانت والله صدقني عزيزي، بعد اولا اقول لك بان 2025 ابشرك خيرا، 2025 سيكون بالمغرب ان شاء الله. يعني ممكن الجزائر ايضا، الجزائر تسعى للتنظيم. يا اخي فليتنافس من يتنافس 2025 المغرب، وفي هذه المعركه ربحنا الكثير من النقاط وتخططنا لهذا الربح ونجحنا فيه بامتياز. انا اقل مسألة أخرى، حينما طرحت هذه الفرضية، صدقني عزيزي أقول أقل من دقيقة محمد الوقت. السياسة في العالم العربي تتغير كما تتغير الظروف المناخية. غدا قد يقع الانفراج وسيصبح كل هذا الأمر من باب الماضي لا أقل ولا أكثر.